انا بقى فاهمكم ايه هو اسفلت التمريض، بتعمل فيه ايه الفرق ما بينه وما بين مصر، تقدر تدخل بعديه طب ولا لا، كام سنه، الاوراق المطلوبه، وكل ده من غير تعليم. اصحابي عاملين ايه؟ النهارده فيديو مميز لان النهارده هكلمكم على اسفلت التمريض. فتعالوا ايه، خدت العجله بتاعتي اللذيذه وايه، خدكم دلوقتي نقعدوا بقى في مكان حلو رايق كده واكلمكم على كل حاجه على الاوسبيلدونج من غير كلام انجليزي، من غير كلام الماني، من غير كلام معقد. هقول لكم كل حاجه وايه هو الاوسبيلدونج وايه المطلوب وازاي تقدم وكل حاجه. فهروقكم النهارده. فشوف بقى اي حاجه كده عايز تشربها، اي حاجه عايز تاكلها هاتها لغايه انا ما اوصل واشوفكم تاني. اعتقد ان انا لقيت المكان اللي هنصور فيه الفيديو. فالمكان ده يعني انتوا تعرفوه، يعني اللي متابعني من زمان هيعرف المكان ده كويس. المكان ده اللي انا صورت فيه اول فيديو في السنه الجديده، السنه اللي يعني مش السنه دي، السنه اللي قبلها. منظر كانك باصص في لوحه. يا جدعان انا ايه استقريت في المكان ده، حاولت يعني اقعد بقدر الامكان بالنسبه للشمس وبالنسبه اللي انا اوريلكم الدنيا اللي ورا. فيعني ان شاء الله يكون فيديو لذيذ كده على السريع. بصوا بقى يا جدعان، انتوا زي ما يعني كل اللي بيشوفني يعرف ان انا بدرس هنا اوسبيلدونج، بدرس اوسبيلدونج تمريض. تمام. انا بقى فاهمكم ايه هو اوسبيلدونج تمريض، بتعمل فيه ايه الفرق ما بينه وما بين مصر، تقدر تدخل بعديه طب ولا لا، كام سنه، الاوراق المطلوبه، وكل ده من غير تعيين. وانا قاعد اهو، شايفين انتوا يعني اللوحه اللي ورايا كانها لوحه سبحان الله. فيعني قول سبحان الله، ما تنساش كمان صلي على النبي يعني عشان ايه نبدا كده فيديو ببهجه جميله. بصوا يا رجاله، انا بسطت لكم قصه الاوسبيلدونج دي باختصار. الاوسبيلدونج زمان هنا التمريض كان عباره عن 2 أو 3 اوسبيلدونج، لكن من السنه اللي فاتت دمجوا ال3 اوسبيلدونج خلوها في اوسبيلدونج واحد بقى اسمه فليجا فخمان. طيب زمان كان عباره عن ايه؟ زمان كان التن فليجا اللي هو تشتغل مثلا في دار مسنين بس، وكان في كرانكن فليجا حاجه تانية برضو من الفليجا، وفي فيزيوثيرابي. تمام. ولكن من السنه اللي فاتت دمجوا ال3 ببعض. طيب دلوقتي احنا بندرس مواد العلاج الطبيعي ومواد التمريض اللي هم كانوا بيدرسوا اللي هم الكبار في السن، ومواد التمريض العادي اللي هو كان اللي هو كرانكن فليجا. ايه فايده الكلام ده؟ طبعا هو بقى اصعب بكتير، ولكن ايه فايدته؟ فايدته اللي انت لما بتتخرج من الاوسبيلدونج بتقدر تشتغل في اي مكان من اللي ال3 كانوا بيشتغلوا فيهم. فاهم؟ يعني انت اتفتح لك فرص كبيره جدا. هو طبعا بقى اصعب بس اتفتح فرص كبيره جدا. طيب بصوا دلوقتي كده ايه الاوسبيلدونج عباره عن 3 سنين. فانا هحكي لكم بالتفصيل بتعمل ايه في 3 سنين. في السنة الأولى بالنسبة لي كان في دار مسنين. دار مسنين بتعمل حاجات بسيطة، لسه بتتعلم بس البيزك يعني. فاهم؟ انت تتعلم المبادئ أو الأساسيات بتاعة الأوسبيلدونج. طبعا كل اللي بيجي وبيبدأ جديد بتكون اللغة بتاعته مش قد كده، فبيحاول يقوي اللغة والكلام ده، فبتكتسب خبرات كتير. بس مش كتير قوي في المجال الطبي، ولكن في الجزء النفسي. فاهم؟ يعني مثلا اللغة النفسية بقى اللي انت تتعلم ما تقرفش مثلا لو انت شفت واحد بطنه مفتوحة، واحد رقبته مش عارف فيها ايه. فاهم؟ يعني اتمنى تكونوا فاهميني. تمام. دي كده السنة الأولى كاملة بتبقى في دار مسنين. طيب من بداية بقى السنة التانية أنا عملت إيه؟ عملنا حاجة اسمها أمبولانتا فليجا. أمبولانتا فليجا دي أنا مش عارف هي موجودة أصلا في مصر ولا لأ، ولكن باختصار إحنا بتكون مثلا في شركة متعاقدة مع مرضى أو مرضى متعاقدين مع شركة معينة. تمام. الشركة دي بتبعت ممرضين للمرضى اللي هم متعاقدين معاهم. فاحنا بنروحوا، بيبقى معانا عربية وبنروحوا للمرضى. مثلا احنا معانا النهارده البلان بتاعتنا، احنا عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا 20 مريض النهارده، فبنروحوا لل20 مريض، كل واحد اللي عايز حقنه، اللي عايز دواء، اللي عايز مش عارف ايه، اللي عايز يغير على الجرح، وهكذا. بتبقى دي خفيفه جدا يعني ما فيهاش اي حاجه. فاهم؟ فلذيذه كده يعني في السريع وخلصت. انا عديت فيها 3 شهور، اتعلمت منها برضه حاجات كتير، بس يعني ايه كانت في اللذيذ كده. طيب ادخلوا بقى على الركن التقيل. الركن التقيل بقى المستشفى. انا حظي وقع ان انا اشتغلت في اكبر مستشفى في اوروبا، وهي اسمها الشاريتيه. الشاريتيه دي يعني مستشفى بيتعمل فيها عمليات ما تتعملش الا فيها بس في اوروبا كلها. فاهم؟ وطبعا فيها دكاتره وممرضين على اعلى مستوى. بتتعلم بقى في المستشفى حاجات كتير جدا. يعني الشهر في المستشفى بيعادل ايه 5-6 شهور في دار مسنين. طيب في المستشفى بقى بتتعلم كل حاجه. السلام عليكم. بتتعلم الطلبه يا رضا. في المستشفى بتتعلم كل حاجه. بتتعلم بقى الحقن والادويه والامراض وتتعلم ان انت ايه قلبك يجمد وما بيبقاش فيه خوف وما بيبقاش فيه قرف بص تتعلم كل حاجه. يعني انا حرفيا قضيت لغايه دلوقتي
حوالي شهرين في المستشفى، اتعلمت حاجات ما اتعلمتهاش في السنه ونص، اول سنه ونص اللي هم ايه بتوع الاوسبلن. تمام، ده لدرجه ان انا دخلت حضرت عمليه منظار رئه، والدكتور من كتر ما لقاني يعني اكسايتد فاهم، راح مديني المنظار وقال لي ايه اعمل اللي انا شرحته لك وبتاع. فيعني الموضوع كان كده، فهتتعلم حاجات كتير بالذات لو انت بتحب المجال الطبي. ماشي، بعد كده بتشتغل مع ناس مرضى اللي هم ايه مرضى نفسيين مثلا. تمام، بتشتغل برضو مع الاطفال، وبتشتغل يعني في كذا قسم، انا لسه بقى مش عارف بقيه الاقسام هتبقى ايه، بس يعني بتشتغل في كذا قسم، ولما تتخرج تقدر تشتغل مع كل الاعمار، تقدر تشتغل حتى مع الاطفال فاهم. فدي من اجمل الحاجات اللي عايده علينا لما دمجوا الثلاثه اصفار من بعض. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين كليه التمريض في مصر؟ فرق السما من الارض. يعني انا ما حضرتش تمريض في مصر، ولكن يعني عندي زمايلي كتير واصحابي قرايبي في تمريض في مصر، فحكوا لي يعني. فبالنسبه للي هم حكوه، فالخبره اللي انت بتكتسبها هنا غير مصر اطلاقا، وهنا التمريض بيتعامل يعني في نفس مرتبه الطب. وكمان النقطه اللي بعدها، اللي انت لما بتخلص تمريض لو انت جبت 2.5 فما فوق بتقدر تكمل كليه طب عادي جدا. مش محتاج بقى شهاده ثانويه عامه بمجموع فلاني، لا، لانك انت دارس جزء كبير من المجال الطبي فاهم. فانت عندك خبره وعندك وشغال، يعني اشتغلت كتير في مستشفيات وفي دار مسنين، واشتغلت كتير مع مرضى، شفت امراض كتير، اتعلمت حاجات كتيره في المجال الطبي، فانت بتكتسب خبره كبيره. فالمانيا بتقول لك لو انت جبت 2.5 فما فوق في اوسبيلدون تمريض فانت تقدر تدخل وتكمل في كليه الطب. طيب هل انت في كليه الطب بتنقص سنين لو انت عامل ال3 سنين التمريض؟ لا، ما بتنقص سنين، ولكن في اول سنتين في الطب بيروحوا زيهم زيك، بيروحوا برضو ايه مستشفيات والكلام ده علشان يتدربوا من غير فلوس. ولكن لو انت معاك شهاده الاوسبلدون فانت اول سنتين وقت اللي زمايلك هيروحوا يتمرنوا فيه او يروحوا يتدربوا فيه في مستشفيات، تمام، انت مش هتروح الكلام ده هيبقى عندك اجازه، ودي ميزه، يعني ميزه كبيره، يعني تقدر بقى تسافر، تقدر تروح مصر، ترجع لاهلك بتاع يعني كده. فانت ما بتروحش ايه يعني بتتعافى من جزء التدريب ده، ودي حاجه لذيذه جدا يعني. ولكن هما ال6 سنين طب هم 6 سنين طب زي ما هم. احنا دلوقتي اتكلمنا ايه هو الاوسبلدون كام سنه. ايه اللي انت محتاجه بقى؟ انت محتاج عشان تقدم شهاده ثانويه عامه، وسي في محترم، سي في ابن ناس كده يعني، ومحتاج شهاده اللغه طبعا، اقل حاجه بي 1. دلوقتي خلوها بيتس فاي اقل حاجه، ولكن لو انت عايز نصيحتي انت ما تسافرش اقل من البيتس فاي في بلدك. فكوكوا يا جدعان من عقليه اللي هو ايه ده انا هروح اتعلم اللغه هناك. بص مبدئيا انت مش هتسافر من غير لغه لو انت وقفت على شعر راسك، تمام، دي حاجه. ولكن حتى لو انت مسافر ضارب بقى شهاده فاهم الكلام اللي هو من تحت الترابيزه ده، تمام، هتسافر يا معلم وكل حاجه، وتشوف الدنيا في اول اسبوع زي الفل، وبعد كده هتاخد خازوق مغري. اتعلم اللغة صح علشان تعرف تتعلم صح. اقسم بالله العظيم انا هنا شفت ناس، ومن خبرتي الشخصية، بص لو معكش لغة ما تسافرش. يعني من الاخر انا جبتها لك من الاخر، لو معكش لغة ما تسافرش، لانك هتكره حياتك. بص هتكره اليوم اللي انت سافرت فيه، بالرغم من اي حاجة. يعني انا ساعات كنت باجي اقعد قصاد البحيرة اللي انتوا شايفينها دي، طبعا اي واحد بيتفرج عليا في مصر لو شاف المنظر اللي ورا هيقول يا سلام، انا لو قعدت بس كده على كرسي هنا وقعدت اتفرج على ده مش محتاج حاجه في الدنيا، هنسى كل حاجه ومش عارف ايه. بس صدقني في اوقات هتكره حياتك بالذات، يعني هي اوسخ او اصعب ستيب هي ستيب اللغه. فاتعلم لغه صح علشان تسافر بمعلمه. طيب فانا كده ايه عرفت لكم بشكل عام بشكل كبير قوي ايه اللي محتاجه الاسبانيول، ايه هو كام سنه تقدر تدخل مع دي طب ولا لا، والكلام ده كله. ندخله بقى على الجزء الاخير، وهو ايه رايي في الاسبانيول. بص يا معلم، انت لو بتحب المجال الطبي عموما، تمام، ادخل اوسبيلدونج تمريض هتتمزج، يعني هتبقى ايه هتعيش بمزاج. لو ما بتحبوش ما تدخلوش لانك هتكره حياتك. بص في ناس مستفزه، هتشوف حاجات صعبه، هتشوف حالات صعبه، هتشوف ناس بتموت قدامك. يعني انا شفت اقسم بالله الناس، يعني ناس ماتت قدامي، يعني معايا كده باتسينتن او يعني مرضى ماتوا معايا قدامي، فالحاجات بتبقى صعبه. فانت لو مالكش في الجزء ده فاهم بتخاف منه، او يعني مالكش في المجال الطبي عموما، ما تدخلوش، لانك لو مش حابب الحاجه هتكره حياتك لانها اساسا صعبه. وايه رايي بقى في فكره الاوسبيلدونج عموما؟ فكره الاوسبيلدونج فكره يعني عظيمه، والعظمه لله وحده طبعا، ولكن فكره، بص كده اللي هو يعني تبصهم ليه؟ لانك بتدرس
وبتشتغل وبتاخد خبره وتحسن لغتك، وفوق كل ده بتقبض. فيعني انت متخيل، يعني انت يعني بيقولوا لك تعالى نعلموك وتعالى نشغلوك وتعالى ندوك خبره، وطبعا لغتك بتتحسن من كتر التواصل او الكونتاكت اللي انت بتعمله مع الناس في جميع الاحجام والاشكال والجنسيات، بتشوف جنسيات من كل حته في العالم. وبتاخد فلوس. الموضوع صعب، انا ما بقولش الموضوع سهل، الموضوع صعب وبتاخد فلوس قليله، ولكن بتتعلم كتير. فدي حاجه صراحه انا بشوفها يعني حاجه رائعه، ودي من اكتر المميزات اللي انا بشوفها في الاوس بيلدونج. ولازم برضو تعرف ان الاوس بيلدونج مش سهل، والاوس بيلدونج محتاج مذاكره ومحتاج فوق كل ده لغه. اللغه هي اهم حاجه، هي اللغه اللي هتنقلك من هنا لهنا، يعني تنقلك من تحت خالص لفوق خالص، فهي دي اللغه. بس يا رجاله انا كده اكون كلمتكم باختصار عن الاوس بيلدونج. وان شاء الله لو انتوا عايزين اي فيديوهات تاني، اللي طالب مني اي حاجه، اللي عنده اي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات او يكتبوا لي على الانستا. انا كنت بقالي مده ما بردش على مسجات الانستا لاني كنت مضغوط جدا، ولكن ان شاء الله هرجع تاني ارد على المسجات بتاعتكم وارد تاني على الاسئله وعلى كل الكومنتات زي ما انتم متعودين. فيعني اتمنى اللي انتوا تدعوا لي، واللي انتوا تعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو انت بتشوفني على الفيسبوك اعمل لاف وشير. فيعني روق عليا زي ما بروق عليك، ولو عندك اي سؤال اي حاجه عايزها تبقى لي تحت. بس وفي نهايه الفيديو، اللهم اغفر لي ولامي وابي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اشوفكم في فيديو تاني جديد. انا محمد ابو عيسى، ام